من بيكم يتذكر طيارة درون صغيرة، لأنه اليوم راح أسوي نفسها ولكن 10 مرات أو 20 مرة أكبر. فخلنا لايك واشتركوا بالقناة واستمتعوا بالمقطع. يوم جميل وحياة جميلة. أخواني الأعزاء، أنا اليوم جايكم بموضوع جدا 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 بسيط وجدا جميل أيضا. أوكي، أولا سويت هذا الجهاز بحكم انه دخلنا العالم الثاني. سويت هذا الجهاز اللي اسمه جايرو، وهذا الجهاز خليني اقول لكم عليه. هذا الجهاز راح يخلينا نقدر نسوي اي طياره من اي بلوكه. راح نحاول نقلد الدرون اللي سويناها بالحلقه الثانيه، بس راح نسويها ببلوكات عملاقه او نسويها كبيره يعني. اوكي، اولا يا شباب، قبل لا نخرب العالم قبل كل شيء خلينا نكسر جو هاي الآلة لانه ما تلزق بالقاع. تمام، فمبدئيا اول خطوه نكسر اي شيء جوا بعيد هاي نفصلها عن الارض، لانه ما يدري شيء الكره الارضيه كلها ويكرش السيرفر. انت اشتريت حاليا جاهزين احنا. ف 3 2 1 نخلي هذا ونقول له اسمبل. فالمفروض حاليا جاي يقرا ويقول لي السفينه عملاقه وهاي 32,000 بلوك. لا يا حبيبي والله اصغر. طيب شباب، قبل نجيب العيد خلينا نكسر هذا الجهاز لان ما نحتاجه صراحه. انا اعتقد مقلج بحكم انه ذاك الجهاز خربان. سويت الفيزكس انفيوزر نفس الشيء. فكرة هذاك الجهاز يشوف بلوكات طائره يحولها الى شيء فيزيائي. اوكي، هذا الجهاز نفس الشيء بس يعني انت تتحكم به مثلا وين تريد اشياء فيزيائيه تصير. سوينا هذا عباره عن فيزكس اوبجكت حاليا. ما راح اسوي مروحه واحده، حسوي عده مراوح. اما هسه وقت البناء. لاحظوا يا اعزائي المتابعين، هذا المود يخليك من اي بلوكه ماينكرافتيه تبنيها تقدر تسويها طياره، دبابه، بيت متنقل، بيت طائر، اللي يعجبك تقدر تسوي. ولكن مشكلته الوحيده اذا تسوي اكثر من مروحه راح المود يدوخ يعني. فانا قررت اسوي شكل درون، وقررت انه لازم اسوي درون على مود اقلد الحلقه اللي سويت بها الدرون كانت هذيك مال نفر واحد، هاي مال عشيره كامله. وبنفس الوقت ما تسوي مروحه واحده مثل الهليكوبتر لان هاي مو هليكوبتر، هاي درون. اول تجربه طيران ان شاء الله من مود. طبعا صندوق هذا لازم ننزله او لازم نوخره منه على مود. اقول لكم خلي يا شباب، خلي راح تجيب لنا يا شباب هذا المحرك ونخلينا المحرك هنا اشتغل. حلو ويلي هسه طيران سبيس. طبعا هلو جاي ينفتح هذا. والله شباب يحتاج لنا السرعه اكثر. طبعا هذا بالحلقه الجايه تشوفوه او حلقه قبل هاي تشوفوه شلون سويته. تمام، بالنسبه لي 80 راح نخليها مثلا 120. هي رفعت شوي لو انا غلطان. يب احسها معلقه على بشنو معلقه ما ادري. بالبلوكات اتوقع لازم كسر دار مدارها. لا يا بس حركها هسه حركها. واحد طيرنا اويلي. لا يلا جاهزين هسه؟ يلا. اوه ماي جاد قاعد تصعد شوي. اوه ليه؟ انا اريد اخلي كرسي مالتي هنا يا شباب. ليش؟ على ما اتحكم مثلا هيك. لا شباب يحتاج نسرح اكثر. خلينا نرجع لورا. بابنا كدير شباب هاي الطائرة. شباب طفيت المحرك. انا راح انزل حزيدها بعد اكثر. قلت له ما عندنا طريقة نتنقل بها مو؟ ما عندنا مصير، ما عندنا. هسه هاي راح تحل لنا كل الأزمة. ويني؟ مو هي مشكلة تقلب هواي. فراح نجرب 45. حجي دولة. المود هذا كلش معقد. اوكي بس ركزوا وياي يا شباب. اوكي رجاء ركزوا وياي. احكي لكم كلام وان شاء الله يكون واضح ومفهوم للكل على مود نسوي هذا الشيء اللي ببالنا. باختصار اللي سويته بحكم انه عندنا 4 مراوح، اذا يشتغل يمكن نسويه فراح يطير الطائره اللي فوق. اوكي سويت هنا كلتش. تمام، بعد حاليا اذا ضغطت دبليو حاليا راح يوقف. حلو، المروحه حاليا من وقفت هاي الاماميه 3 مراوح يبقى يشتغلن راح تروح الطائره بهذا الشكل المفروض يعني. واذا مثلا اروح اريد ارجع لي ورا ادوس اس، هاي المروحه راح توقف وهذين المراوح راح يشتغلن او راح ترجع لي ورا الطياره. معقده هاي الطياره ولكن اعتقد واضحه. اذا مثلا اريد اروح امشي بصفح هيجي اطفي هاي المروحه وهاي المروحه واخلي ذي المشتغلات الطياره تروح بهذا الشكل المفروض. بس احنا بماينكرافت ماكو شيء اسمه المفروض. فهم، خلينا نجربه. بام 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 بام. انقلبنا.
نصف الحريه. لا ستيكه. اوه ماي جاد. شباب شلون وصلنا بهالحلقه ما اعرف يعني. هسه اوكي شباب احنا بالمقلوب فتحملونا شباب. ها شنو؟ ميدي 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 ميدي. واو شباب على كيف. يا فقدنا السيطرة. اللون شباب اللون شباب هاي اسمها رقصة التنانين. اوه ماي جاد. لا هاي طيارة راح افلشها. ويو. ايه لا الدجاج كله مات. حاليا احنا ثاني يوم وصراحه المباراة ظلت هواي اشتغل عليها الى ان وصلت للنتيجه جدا لطيفه اللي هو جايروسكوب سويته طفيه من دقمه واحده تمام. من يطفى وفائده الجايروسكوب هو بالتحديد يا شباب اذا طلنا هسه راح اشتغل محرك. طيب اشتغل محرك. اذا طفي الجايروسكوب اوكي وادوس دبليو راح يمشيني اللي قدام. الجايروسكوب مهمته الوحيده انه يعدل الطار يخليه بالمنتصف يطير بشكل عمودي تمام. فحين اذا ضغطت شيفت واروح اس او دبليو اس راح تروح اليمين لو بشغل جايروسكوب يعدل الطياره. فحين نقدر نطير بشكل عمودي. بس انا انصح انه تسعد بهذا لانه اذا ما تسعد بهذا راح يصيرك بعض المشاكل تمام. فحاليا مثلا اذا اروح لقاره امريكا الشماليه فنقدر نروح قاره امريكا الشماليه منها. والله همين سريعه جدا 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 جدا. فهم هذا الشكل. ووو والله شباب ايش رايكم بيها صراحه جدا سعبتني. فحاليا يعني قالت او لكم اخاف عندهم مشاريع قالوا احنا نرجع لمنطقتنا وقف. طبعا لازم تدوس هواي الدقام يا شباب على مود تمشي وياك عدل حلو لانه هاي طياره جدا مختلفه عن بقيه الطيارات. حلوين حلو يا شباب. هنا منطقتنا وصلنا جيناكم يا منطقتنا. طفوا المحرك شغل المحرك طفوا المحرك شغل المحرك. والله شباب يعني هو اهم شيء تطير اوكي. اهم شيء تطير وزين طيران تمام. فحاليا هبطنا حلو عادي يا شباب تخاف ما تنفجر ولا تكسر. ومن يا اخوان الاعزاء اذا تحب يعني تقدر تستخدمها منها يدويا. انت هنا تطيرها تحركها اللي قدام تحركها اللي ورا تنزلها مره ثانيه عليك. بلا شباب اذا انا وقعت عليها حموت وانجعص. نعم ما يصير بك شيء لا تخاف بس راسك ينعوج اوكي. اما هسه فراح اعزم الشباب الموجودين بالسيرفر على مود ناكل وبنفس الوقت اقول على مشروع الميناء او مشروع المحلات وين راح تكون وبنفس الوقت اشوفهم الطياره مالتنا الجميله. واكو شيء يا اخواننا الاعزاء ممكن ما لاحظتوه اللي هو اذا اطلع من السيرفر ريمون يبقى يمي. يعني هاي الطياره ما حد يقدر يتحكمها الا اني. هاي شو مسوي رضاوي؟ شو مسوي؟ روح خلي الطائر مالتك خلي الطائر مالتك وتعال اقعد. اهم شيء تربطون حزام من امان رجاء اوكي شنو هذا شنو منو قاعد هذا؟ هاي شنو؟ اني لا شو مسوي؟ تعالوا اعزمكم على عشم. اهلا كل قاعد بالكراسه مالته رجاء. يلا شلون اصعد؟ كل واحد يقعد كليك ايمن لا تخلي بلوك يا حبيبي. بطوط يا بطوط. هات يلا كله يقعد. اليوم ناخذ السيف على عزيمه. اكو هناك كراسي يمين المراوح. شو عزيمه مسالمه. يلا بسم الله. وين نروح اولا؟ الله اقعد يونس اقعد يونس معود لا تموت اقعد. راح توقع اقعد راح توقع. لا تخاف معي. اوكي شباب الشاقة خليه يوقع شنو هاي كل شيء ماشي منكم. من دوس F5 حجز دوس F5 يا تكيونس خاف توقع بالبحر. طيب امشي سريع احنا بعد اذا وقع راح يبقى مكانه خلي. يلا حلوين احنا هنا وصلنا الى خلينا نخفف شوي الساعه اللي قدام. ياب علقت انا وات هاي صار ضربنا بشاب حائط مخفي. غير المنطقة فارغة كل شيء بس والله سريعة يا رضاوي جدا سريعة والتحكم مالته شوي مثل جي تي اي عرفتوا. لا هبطنا هنا لانه ماكو واحد عبالك واحد هنا نسلم عليه لا ماكو بعد مكان. بالاضافة هسه يدعمكم على الشيء تمام. يلا احنا ما حاسبين حساب هيش طيارات للمدرج مالتنا. لا هاي لا شيء هاي
هاي درون. هاي درون، تذكرون درون ما تغير صناعتها بالبدايه؟ اي إيه. هاي اختها كبيره. اي هاي بروماكس هاي اللارج. غير اتحكم بها بعد طفيت اثنين بهاي الجهه، عرفت؟ كلها تكنولوجيا. إيه. تكنولوجيا. باوعينا، خففت سرعه. اي شباب، تكنولوجيا. انا جيت هنا على مود اقول لكم شيء واحد، اوكي؟ بهذا المكان راح يصير مكان تجاري. كل منطقه، هسه منطقتنا منطقه تجاريه مالتنا هنا. تعالوا نزلوا طبعا بقى شباب ما حد يعرف شلون ينزل، كلها دايس F5. اي والله صح. يا الله. شباب نزلوا اهلا. شوفوا بهاي المكان منطقه تجاريه بمنطقتنا هاي، اوكي؟ وبهاي المنطقه يحتاج اللي يحب يجي هنا يبيع مثلا اغراضه بضاعه مالته، يقدر يجي هنا يبيع. بس هاي منطقه مسالمه، في حال تعرضت للهجوم مستعدين نرد بكل القوات مالتنا. وبنفس الوقت هنا مثلا بضاعتكم متبيع من دينك، تعال اجروا محل منا وبيعوا اللي يعجبكم. حلوين؟ والله خوش تجاره. نقدر نقول منطقة حرة. منطقه هي السوق الحر هذا، تمام؟ حلو. سوق الحر يدفعون ايجار. سيف شوب. لا عاد نغير الاسم مالته للسوق المدفوع. تاكس غير التاكس موجود كل مكان، اكو تاكس يا حبيبي. انت نزلت على الارض هاي. نعم. حلو. فبعد يحتاج انتم يا بعض القارات البقيه، امريكا الشماليه واسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه، تحبون احنا نتكفل بسوق مال كل السيرفر لو كل من بمنطقته يسوي محلات؟ والله انا افضلها كلها مكان واحد. لا كلها بمكان واحد افضل. افضل. ايه يعني اي انا حتى اقول كل وين بمكان واحد. حلو، بس شرط اشرط على الجميع. حلو. اول شيء راح اعزمكم على اكل. تفضل اكل. ما عندنا كراسي حاليا، اعذرونا شويه. بعدنا جزر ذهبي، هذا مصبوغ. حلو. زين مرتضى هاي منطقة تجارية، شوف ليش مخلي يسكننا قاعد دوتين؟ تعال. مو هذا شوف ما ادري حاليا. بعدين نقلبه. المهم هسه مو هذا القصد. قصدنا وين؟ قصدنا انه اذا هاي منطقة تجارية تكون ممنوع القصف، ممنوع العنف هنا يصير. حلو. هاي محسوبه من ضمن اوروبا، بس هاي هنا عندكم هنا تطبقون سفينتكم وتخلون البضاعه مالتكم والارباح. هاي اعتبروها منطقه امنه 100%، وممنوع يصير بها الاشياء اللي تصير بغير اماكن. اوكي؟ حلوين. عندكم مشكله بهذا الشيء، بهذا المشروع؟ انا لا جدا لا. يعني هنا الكل ياجر كشك مثلا، يجر ماته مره واحده بيمنت، وهذا هو يفتح اللي يعزبه بمحله. عرفتوا؟ اذا هي مره يعني اذا راد يغير التصميم مرتضى. نعم. واذا راد يغير التصميم يقدر يدفع. يقدر لا، يدفع ونبيع له قاع شوي، عرفت؟ اذا يحب يشتري قاع، عرفتوا؟ ما ادري بعد صغير هنا، من يكبر يصير حجري، عرفت؟ بعد اشوف عشاره كلش صغير. شو تريد؟ مو تحسه مهلس. مو هو بعد صغير يا حبيبي، بعد صغير. من يكبر دباك من يكبر خاف. يجيبون لنا زيد عمره. يلا يا شباب، بعد ما خلصنا تناقشنا بهذا الموضوع، عندكم اللي عنده مشكله خليه يقول. عندكم مشكله؟ يا سيدي بس هذا ضربنا. انا عندي مشكله. انا عندي مشكله. راعونا بالاسعار ايجار. يا حبيبي انتم ما ذاك يوم رحت للقائد مالك يا بيعونا نفط بتخفيضات، وبقت حياته كانت مهدده، وبالاخير ما قبل. ما اعرف. عجيب قائد مالتكم. انا غير قائد مالك. يعني تخيل انا بقي على نص قلب، اقول له حياتك عزيزه، اعطيني فقط تخفيضات على النفط، وراها جاني يقول لي ماكو شيء. عجيب والله قائد. الاسيويين عجيبين. الاسيويين شوف عجيبين. تحكي وياهم ما اعرف انجليزي، ما ادري يا لغتهم تحكون اسيويين بلا زعمه. لا مبين مو عراقي. يلا راح نطير. نور كل اللغات. نور مكاني قوم. سنين اكو اماكن. شاب هسه اللي عنده طياره خلي يقول له وصل الطياره، واللي عنده يقول لي نوصل البيت، خلينا نوصل البيت. من يحب يوصل البيت؟ احنا طياره بالمكان اللي اخذتوه. تنين هناك. اوكي. على ما تعرفون السيف هذا مو بس حرب، بس بعض التصرفات تؤدي الى الحرب. هاي طيارتنا. يلا هنا انا هبطنا هبوط، وهذا تنين مال من هذا تنين. هذا تنيني. بس رجاء بلغوا القاده مالتكم انه منطقه المبيعات هنا صارت. اذا تحبون تسوون انتم سووا انتم، ما عندهم مشكله.
تمام شكرا على العشاء شكرا سيدي. على العزيمه يا عبد دللو كل يومين بعد تعال اعزمك مع الجزر. المره الجايه نريد لحم. صار اذبح لكم تنين. يا تجي خل اوصلك البيت. رضا وجود صار ويانا. وصلني للبرج يا برج. يا قارات نحب نبلغكم عن قريب لكم عزيمه لكم ان شاء الله. يلا اوكي. ايه ان شاء الله ان شاء الله. والله منا راشة انا ما اثق بيهم. الله. اخواني الاعزاء اريدكم تقيمون هاي الطائره مالتنا او الدرون مالتنا صراحه حجم جدا مقارنه بها حرفيا عملاقه وبنفس الوقت جدا سريعه وجدا جميله. فاخواني الاعزاء هذا اللي كان اليوم. اتمنى الحلقه عجبتكم. اذا عجبتكم فخلونا لايك واليوتيوب يقترح لكم هذا المقطع ممكن يعجبك.